النهائي اللي الكل مستنيه، الزمالك ضد بيراميدز اللي لسه كسبان افريقيا، والزمالك اللي عايز يطلع ببطولة الموسم ده، مش عايز يطلع بموسم صفري. وكمان عشان محدش يقول ان بيراميدز خد مكان الزمالك، وبيراميدز اللي داخل المباراة بدفعة بعد فوزه بافريقيا وعايز يكسب الكاس للمرة التانية على التوالي ويكتب التاريخ ويكسب بطولتين في موسم واحد، والزمالك اللي عايز يكسب البطولة. فماتش جامد قوي ونار قبل ما يبدأ. ففيديو النهارده هنتكلم عن كل حاجه في الماتش، هتبقى دردشه سريعه عن الماتش ونشوف التشكيله المتوقعه وكل حاجه. فاشترك في القناه دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. الزمالك اللي داخل المباراه دي وهو في اسوأ حالاته، من مشاكل اداريه لتغيير مدربين لكل حاجه. بس في اخر ماتش في الدوري قدام فاركو الاداء كان مطمن شويه. جمهور الزمالك الاداء كان فيه تحسن مع كابتن ايمن الرمادي، كنت تحس كده اللعيبه متفاهمه مع بعض وفي ثقه وبساط كتير والكره ما اتقطعتش منهم كتير، وكانوا كل ما يقطعوها كانوا بيجيبوها. يعني في تفاهم ما بين اللعيبه، واول مره نشوف الزمالك كان يمسك كره كده من ايام جوميز. رامز اللي هيخش المباراه بثقه كبيره وطموح كبير انه يكتب التاريخ بعد ما كسب دوري الابطال، وغير قوة بيراميدز اللي موجودة أصلا في الدكة أو في التشكيلة الأساسية. فهيبقى ماتش صعب لنادي الزمالك لو عايز يكسب المباراة دي. فلو شفنا كده التشكيلة المتوقعة لنادي الزمالك، يعني هنلاقي في حراسة المرمى محمد صبحي، على اليمين عمر جابر، وعلى الشمال بنتايج وحسام عبد المجيد ومحمود الونش. في نص الملعب شحاتة وفتوح وعبد الله السعيد، وعلى اليمين ايشو، وعلى الشمال مصطفى شلبي وناصر منسي. وكمان ممكن نشوف ناصر ماهر هو اللي بيلعب اساسي، وكمان هنشوف احمد حمدي اكيد في المباراه دي. لو شفنا يعني الزمالك ابرز لميزه في التشكيله دي، هو في نص الملعب هيقدر يمسك كوره. شحاته في لوحده في نص الملعب بيعرف يقطع، بيعرف يمسك كوره، بيعرف يراوغ كمان، وعنده ثقه كبيره قوي. واحد من افضل لاعيبه مواسم، لو ما كانش هو افضل لاعب في الموسم بتاع نادي الزمالك. وفتوح لو في حالته روقان كبير قوي، وهيعرفوا يمسكوا الكوره في نص الملعب. وغير عبد الله السعيد. الناحيه التانية لو شفنا تشكيله بيراميدز، هنلاقي في حراسه المرمى احمد الشناوي، خط الدفاع على اليمين الشيبي افضل باك رايت في افريقيا، وعلى الشمال محمد حمدي واحمد سامي ومحمود مرعي، او ممكن نشوف علي جبر هو اللي بيبدا. وفي نص الملعب بقى بلاتي توريه ومهند لاشين ووليد الكارتي، على اليمين مصطفى فتحي، وعلى الشمال ابراهيم عادل وفيستون مايلي، او بمعنى اصح محمود مايلي بعد ما اعتنق الاسلام. ممكن كمان نشوف رمضان صبحي هو اللي بيبدا المباراه دي. بس لو شفنا قوة بيراميدز الحقيقة التشكيلة كلها قوية، التشكيلة كل حاجة، بس من وجهة نظري قوة بيراميدز مش في الهجوم، قوة بيراميدز في نص الملعب بتاعه. بلاتي توريه ومهند لاشين، اتنين دبابات في نص الملعب. الكرة بيعرفوا يجيبوا الكرة في ساعتها، اتنين حرفيا يعني ثابتين في نص الملعب. مهند لاشين ده افضل ستة في مصر بلا منازع، افضل ستة مصري في مصر بلا منازع. وغير وليد الكارتي اللي مقدم موسم جامد جدا، مايسترو مع نادي بيراميدز. فقوة بيراميدز من وجهة نظري في نص الملعب. فلو شفنا تشكيلة الزمالك الناحية التانية، هنلاقي في نص الملعب شحاتة وفتوح وعبد الله السعيد. انا من وجهة نظري ماتش زي بيراميدز ده، انت طبيعي مش هتهاجم كل حاجة، انت مش هتهاجم كل 90 دقيقة، انت هتعوز تدافع حتى كمان المرتدات. فانا شايف في نص الملعب الزمالك هيبقى محتاج دونجا. دونجا بيقدم اسوأ اداء ليه الموسم ده. دونجا ما بيعرفش يلعب. دونجا بيموت الهجمة. دونجا كل حاجة. بس ما تنساش ان دونجا بيظهر في الماتشات الكبيرة، وبيعرف يقطع، وبيعرف يمسك كمان. وده اللي انت عايزه في ماتش بيراميدز. انت عايز لاعب بيقطع الكرة، وعايز لاعب بيبقى مركز مع المهاجمين في نص الملعب. فانا شايف ان دونجا يبدأ جنب شحاتة، اتنين في نص الملعب بيعرفوا يقطعوا. ودونجا بلا خلاف عليه اللي هو بيظهر في الماتشات الكبيره، وبنشوف ماتشات الاهلي بيبقى نجم من نجوم المباراه بتاعه الاهلي، بيعرف يقطع وبيعرف يضغط وبيعرف يعمل كل حاجه. هو بيموت الهجمه، بيعمل كل حاجه، بس انت عايز لاعب يقطع لك في نص الملعب عشان الكره ما توصلش للسفاحين اللي قدام دول. فانت ممكن مثلا نستغنى عن مصطفى شلبي اللي وجوده لا اهميه ليه، وتلاعب فتوح هو اللي ناحيه الشمال مع بنتاج الجبهه دي، وتلاعب شحاتة ودونجا وقدامهم عبد الله السعيد. دي من وجهة نظري، يعني على حسب ايمن الرمادي هيبدأ المباراة ازاي. وفي نفس الوقت انت كمان عايز تقفل ناحية الشمال لنادي بيراميدز اللي فيها افضل لاعب في موسم بيراميدز واخطر لاعب الشيبي، عرضيات وكل حاجة. انت لازم تقفل الناحية دي، ما تديش حرية للشيبي. فدونجا يبقى مايل برضو ناحية الشيبي ومصطفى فتحي. الجبهة دي من اخطر جبهات بيراميدز، لو ما كانتش هي اخطر جبهة عندهم اصلا، غير جبهة ابراهيم عادل اللاعب المهاري. فلازم لعيب في نص الملعب
يعني مش لاعب او اتنين، المفروض اتنين بيعرفوا يقطعوا وفي قوة عندهم، ودونجا يعني بيأدي الطريقة دي بشكل كويس. اه متفق معاك بكل حاجة، بس يعني انت محتاجه واخر ماتش في الموسم فهنستحمل بقى. وقدام هو ناصر منسي ولا الجزيري؟ انا من وجهة نظري انا شايف يعني ناصر منسي هو اللي يبدأ. الجزيري انت تاخدوش الشوط التاني، لعيب سريع، لعيب بيعرف يلعب على الاطراف، بيعرف يلعب عرضيات، بيعرف يعمل كل حاجه وبيلعب بدماغه. بس ناصر منسي انت عايز كده من البدايه، اللاعب اللي بيقاتل على الكوره، بيحاول يعمل اي حاجه في الكوره، ممكن يجيب لك جول من نص فرصه، يعني يقعد يضغط 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 على الكوره ويقطعها ويجيبها، زي ما عمل في ماتشات الدوري لما ضغط على محمد بسام في مباراه سيراميكا وجاب الجون، وضغط على الهاني سليمان في ماتش سموحه وجاب الجون. فانت عايز لعيب زي ده. وقدام انت ما عندكش حد ناحيه اليمين غير شيكابالا وايشو، فطبيعي انت مش هتبدا بشيكابالا. وايشو هو اللي عشان رجله ثابته في اخر ماتشين او اخر 3 ماتشات هو اللي بيشارك. بس انا شايف ممكن ناصر ماهر هو اللي يلعب ناحيه اليمين، يعني شفناه اصلا من ناحيه اليمين دي في مباراة السوبر او كان الكاس حاجه زي كده، لما طلع عليه ناصر كوستا شفناه ناحية اليمين عمل مهارة وصنع الجول للجزيري ودخله بيه هدف التعادل. فممكن نلعب ناصر ماهر هو ناحية اليمين بدل ايشو اللي اصلا جمهور الزمالك مش موافق عليه نهائي. ولازم دفاع الزمالك يبقى مصحصح قوي على مايلي، مهاجم تقيل قوي من افضل المهاجمين اللي موجودين دلوقتي في افريقيا. فاعتقد دي هتبقى مهمة حسام عبد المجيد. الزمالك ما عندوش اي فرصة اللي هو يخسر المباراة دي، لازم 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 يكسب. هتخسر من هنا تستحمل بقى تلاقي السوشيال ميديا بيراميدز خدوا مكانكم وكل حاجة وموسم صفري، ودي ما ينفعش في نادي زي نادي الزمالك. ولازم كابتن ايمن الرمادي راجل مقدم شغله باين في ماتش بتروجيت وماتش فاركو يعني، ومدرب عايز يكتب تاريخ، فلازم البطولة دي يجيبها. وكمان عشان تثبتوا للجماهير مش زيزو الزمالك مش هيقف على زيزو بس، لازم تكسبوا البطوله دي. الزمالك لازم يكسب البطوله دي. بيراميدز داخل بدوافع اكتر، اللي هو بطل افريقيا وتشكيلته اقوى والدكه بتاعته اقوى، ده غير لما عبد الرحمن مجدي ينزل او اوباما او الدكه بتاعته او حتى ابراهيم عادل او رمضان صبحي ان كان منهم اللي هيبدا، ممكن اصلا نلاقي الاثنين بيبداوا. فالزمالك لازم يبدا من اول دقيقه ضاغط، هو اللي عايز يجيب الجون من الاول، عشان انت لو بدات مدافع ومستني نجيب الجون في الاخر ما اعتقدش ان انت هتعرف تجيب جون. انت هتاخد جول او اتنين، وما تنساش ان انت خط دفاعك من اسوأ مواسمه، الونش اللي راجع من الاصابه مش عارف يرجع مستواه اللي كان في افريقيا. حسام عبد المجيد بيبقى ماشي بشكل كويس بس بيجيله غلطات مستفزه الصراحه. وانت هتبقى عندك بنتايج بس هو اللي يعني اللي بيبقى كويس في الدفاع وبيظهر في الماتشات الكبيره برضو زي ماتشات بيراميدز والاهلي. وغير الحراسة عندك مش احسن حاجة، انت حتى بتدور على الحراس. هو محمد صبحي يعني في افضل فترته، بس انا والله كنت شايف لو عواد احنا عارفين مستوى عواد، وعواد بيظهر في الماتشات الكبيرة عامل ازاي. فانت لازم تحاول تضغط وانت اللي تجيب في البداية، عشان انت ورا ميت خالص. لو اي كرة ممكن تخش فيك عادي، لو فتوح في يوم والزمالك يلعب كرة بشكل كبير قوي، وايا كان المهاجم مين اللي هيلعب سواء نص المنسي او الجزيري، انت لازم الزمالك يحاول يلعب بأكترية لعبه على العرضيات، علشان يعني ناصر منسي والجزيري اتنين راس حربة بيعرفوا يلعبوا بدماغهم بشكل كويس جدا. فلازم الزمالك يعتمد على العرضيات، لان انت مش هتعرف تلعب في العمق. بيراميدز هتبقى قافله سواء كفايه الاتنين اللي في نص الملعب عند بيراميدز مهند لاشين وبلادي توريه. وكمان في سلاح مهم عند الزمالك عند محمد شحاته هو التسديد من بره اللي جابه في ماتش فاركو، جاب كمان كرة في العارضة. فلازم النادي الزمالك يستغل الكرة دي. هو يبقى في تكتل في العمق عند بيراميدز وكل حاجة، بس لازم الزمالك يستغل السلاح دي وياخد باله من المرتدات. لازم يبقى مأمن خط دفاعه. وزي ما انا قلت، انا من وجهة نظري محتاج دونجا في نص الملعب، لاعب بيعرف يقطع، بيعرف يمسك وبيعرف يقطع. فانا مش عايز اكتر من كده، مش عايز من دونجا اكتر من كده في المباراه دي. مش عايز اللاعب اللي يمسك الكرة ويعديله ويباصيله كل حاجه من وجهة نظري يعني. فلو شفنا في النهايه بقى التشكيله من وجهة نظري اللي انا عايز اشوفها، يعني من وجهة نظري ممكن تتفق معايا وتختلف. صبحي، عمر جابر، وبنتايج، وحسام عبد المجيد، والونش، كلنا متفقين. مع ان صلاح مصدق في الماتشات الكبيره زي ماتشات الاهلي، او كان اول ماتش ليه ظهر بشكل كويس جدا وشكل جامد جدا، وكان
افضل سيرت باك في الزمالك، وغير لاعب زي احمد حسام. يعني احمد حسام ده مش كل ما يلعب الزمالك بيطلع كلين شيت وبيقدم مستوى كويس، مش عارف ما كانش بيلعب ليه. بس ده مش كلامنا دلوقتي. تتفق معايا في خط الدفاع وفي حراسة المرمى. في نص الملعب اللي ممكن نختلف بقى، انا من وجهة نظري شايف اللي دونجا وشحاتة وقدامهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وفتوح او مصطفى شلبي بقى، مش فارقه معايا. مصطفى شلبي ملهوش اي فايده. و ناصر منسي. التغييرات اللي ممكن نشوفها في التشكيله دي، يعني لو هي ثبتت، ممكن نشوف ناصر ماهر هو اللي بيلعب ناحيه اليمين، وممكن نشوف مصطفى شلبي هو اللي بيلعب، فتوح ما يلعبش ناحيه الجناح. فاحنا برضو لسه ناقص على الماتش يومين. الزمالك دلوقتي اصلا دخل معسكر مغلق، بيراميدز بطموح كبيره قوي، الزمالك عشان ما يخرجش بموسم صفري. دي كانت دردشه سريعه عن المباراه. قول لي رايك برضو في المباراه دي وتوقعاتك برضو. انا اتوقع ان الزمالك ممكن يوصل لضربات جزاء ويقدر يكسب عن طريق ضربات الجزاء. لازم يعمل اي حاجه عشان يكسب المباراه دي. فما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي رايك برضو في الكومنتات. والسلام.